حضرتك مين؟ قناة الأولى حديث من مصر. جايبين حد بيمثل الجالية اليونانية. الجالية اليونانية. سيادة المذيعة قاعدة مستضيفاه وهو بيأكد على العلاقات اليونانية. ما هي العلاقات اليونانية؟ طلع ايه؟ طلع بص بقى هم حطوا اسمه دلوقتي. بص الدكتور سامح اللبودي. تمام؟ شالوا طبعا. هو المفروض حاجة في الجامعة بتاعة الأبحاث والدراسات اليونانية. ايه الدراسات اليونانية اللي سيادتك متخصص فيها؟ ايوه انا عايز افهم. ايه اللي عندنا ميدن ان يونان؟ عشان انت تقول لي توتد علاقات. انتوا بتشتغلونا؟ هو موضوع تعبير طالعين تبصوا علينا؟ ده ايه القرف ده؟ ده انتوا عالم تقرف. أنا يونانية طبعا. يونانية بتاعت مصر. يا حبيبي ده جم عندنا اليونان. قصة اليونانيين دولت اللي موجودين في مصر قصتهم قصة. أنا مش فاهم بصراحة أنت طالع يعني إيه فايدة الكلام في العلاقات اليونانية؟ أنا عايز أفهم برضه. إيه؟ ماما اسكندرانية وبابا من السويس. حد يعرف؟ عارفين يا كبير. طب ما تقولوا لي يا رجالة أحسن أنا مش فاهم أي حاجة. ورحت بورسعيد عشان هو كان مهندس في حاجة كبيرة في قناة السويس، بس حاجة خاصة. وبعدين بقى تعشق مصر وأنا كمان بعشق اليونان. بس إيه وجه العلاقة برضه؟ محدش يرد عليا. عجب العجاب. هوريكم عجب العجاب. طبعا اليونانيين شبه المصريين من كل أوروبا اليونان. بس ايه هم طلعوا واحنا فضلنا قاعدين. ماشي. دي حاجة التانية بقى ان سبب وجود الطليان والالمان واليونان والبريطان كل دول سبب وجودهم هنا في مصر احتلال. ازاي انا بقى اقول ان هم ادونا الثقافه وعملونا كويس؟ يعني انا اتكلم على الاحتلال ازاي؟ انا عايز افهم. يعني انا اتكلم على حاجه سببتها الاحتلال اتكلم عليها ازاي واقول عليها ان هي علاقه متودده وعلاقه جيده؟ انا عايز افهم ايه الجيد في ان انا ابقى محتل وفي ناس عاشت جوه ارضي واقول ان هم بيتوددوا معايا العلاقات ومش عارف ايه وفي تبادل ومفيش اي تبادل. كمية جهل. ويقول لك وزير الإعلام. يا أخي أقول له إيه؟ إلهي تتدقق بالمية من تحت مني. بس احنا والله العظيم بنحب الشباب. أنا المصريين مش بحب. إهدار فلوس ده ولا مش إهدار؟ إهدار ده ولا مش إهدار؟ إن أنا أصرف على برنامج وهو أصلا مش ماشي مع مواكاة الأحداث والصراعات اللي بتحدث من حولنا. إهدار ده ولا مش إهدار يا متعلمين؟ أنا والله تعبت خلاص وقررت إن أنا برئيس البلد دي غصب عنكم. عشان كده مش هينفع خالص. هي قفل. ومش عايز اشوف حد يعكر دمي تاني. ماشي تقابل في حلقة تانية اما حد جديد يطلع. ولا الواد يوسف حسين النهارده الحلقة بتاعته اللي عليها قضية عنصرية في الحلقة اللي فاتت. يوسف حسين عليه قضية عنصرية وتامر امين قلع الفيست.
يلا اشوفكم في حلقة تاني.